سمية، أنا من بعد يوم عرفة حصل لي فتور في العبادة والدعاء، مش عارفة أرجع أعمل إيه، دليني من فضلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يعني إيه اسمها كل اللي أنت بتقوليه؟ هقول لكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن كل عمل حضرتك بتدخله بيحصل فيه إيه؟ بيكون فيه شرة. يعني إيه شرة؟ يعني نشاط وطاقة حيوية كده، حاسس إن أنت إيه هتعمل جدا فيه وعندك طاقة جدا. ولكل شرّة فترة. يعني إيه فترة؟ يعني خمول والكسل اللي عندنا طبعًا بيشتكوا منّه. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اللي بقى هتكون الفترة بتاعته اللي هي وقت الخمول على سُنّة أو نهج النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفلح. فأول حاجة أنت محتاج كده بسم الله الرحمن الرحيم إنه ده طبيعي إن إحنا يحصل لنا خمول. بعد كمان فترات نفحات زي رمضان أو زي العشرة من ذي الحجة وهكذا. دي حاجة طبيعية جدًا، ده حتى الصحابة كانوا بيشتكوا منها في فترة، لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم. فلما جه حنظلة رضي الله عنه قال إيه: "نافق حنظلة." هو بيقول إن هو منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ليه، فهو قال له إيه: "نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار فكأنها رأي عين." يعني إيه؟ إحنا بنكون عندك فأنت بتقعد تذكرنا يا رسول الله بالجنة والنار، فبنحس إن إحنا شايفينها، كأننا شايفين النار قدامنا والجنة قدامنا، فحاسس إن أنت إيه إيمانياتك عالية أوي. بعد كده رجعنا عفسنا الأزواج ونسينا كثيرًا. رجعنا بقى خلاص اتكلمنا مع الأولاد والزوجة ومش عارفة إيه، فبالتالي بدأنا ننسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا حنظلة لو تدومون على الحالة التي تقومون بها من عندي لصفحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة." في ناس طبعًا فاكرة إن ساعة وساعة إنه بقى إيه، ساعة أبقى مذنب وكده لأ طبعًا حاشاه صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، ساعة يعني أنت ساعة إيمانك عالي أوي، وساعة الإيمان ممكن يكون بينزل، بس أهم حاجة نزول الإيمان ده ما يكونش فيه حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى، بس إنما الطبيعي إن أنا يبقى في ساعة أنا مركّز جدًا في العبادة، باشِد على نفسي، وساعة أنا بارفّه عن نفسي في حدود الشرع، في الحدود اللي الشرع حاططها لي. ربنا سبحانه وتعالى لإن هو اللي خلقنا فيعلم فطرتنا، فخلّى الشريعة بتحترم فطرة البني آدم، إن هو عنده متعة وشهوة، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ادّى له مُتع كتير أوي يقدر يستمتع بيها، بس في ظِل رضا ربنا، بس حَط له حدود. فبالتالي لو هو محتاج يحب، حِب، بس وأنت متجوّز عادي جدًا ولا في أي مشكلة. البنت عايزة تستمتع بنفسها وبmakeup ومش عارفة إيه في البيت عادي جدًا وبشعرها وتعيش حياتها. فبالتالي ربنا مدّينا الاتساع ده، فأنت لمّا بتشِد على نَفْسك في فكرة إن أنت تفتكر إنه لأ أنا المفروض أبقى ثابت طول الوقت، دي مش حقيقة، والشيطان بيحب يدخّل عندنا الأفكار دي عشان هو دي هتكئبك. ما أنت دلوقتي لو أنا شايف إن أنا لازم طول الوقت أبقى ثابت، وبعد رمضان مثلًا كنت باصلّي 8 ركعات كل يوم، 12 ركعة مثلًا قيام ليل، فأنا بعد بقى رمضان لازم أفضل ثابت. وهو مفهّمك إنه ده تمام، لأ ده مش تمام، ده مش صح، عشان كده أنت بتحس بالضيق، لإن أنت حطّيت توقعات ربنا ما حطّهاش عليك أصلًا، يعني ربنا لم يفرض عليك ده سبحانه وتعالى، فأنت بتفرض على نَفْسك حاجات ربنا لم يفرضها عليك. إنما قال لنا بقى ربنا سبحانه وتعالى إيه، إنه في حالة الفتور اللي بتحصل دي، حالة الخمول اللي بتحصل لنا، محتاج أبقى محافظ على بعض الحاجات. أول حاجة فروضي، فال5 فروض، وطبعًا بالنسبة للبنت الحجاب، فما فيش حاجة اسمها والله يا جماعة أنا في فترة فتور فأنا ما باصلّيش اليومين دول مثلًا، أو أنا باصلّي مثلًا فردين، ما فيش حاجة اسمها كده خالص. ولا مثلًا البنت مثلًا والله يا جماعة اليومين دول عندي فتور بقى فقلع الحجاب، ما فيش حاجة اسمها كده، فبالتالي أنا باحافظ على فروضي. ما باجيش جنبها. تاني حاجة باجتنب الكبائر، تجنب الكبائر. الكبائر أصلًا جاية من إيه؟ من كتر ما هي سيئاتها كتير. هي الكبائر زي ما العلماء بيقولوا هي الذنوب اللي ربنا سبحانه وتعالى توعد للعباد بيها يعني بعذاب معين أو بعذاب شديد. في كبائر معروفة، إحنا عارفين السرقة، الزنا، كذا، فإيه شرب الخمر، فبالتالي إحنا بنبقى عارفين الحاجات دي، ولو لا قدّر الله أي حد فينا وقع فيها هيبقى حاسس جدًا بتأنيب ضمير وبيحاول يعمل كل حاجة. إنما في كبائر إحنا بنعملها ممكن تكون كل يوم وفاكرين إنها حاجات عادية. أولها كده النميمة والغيبة.
النميمة دي من أكتر الحاجات اللي شُفتها في كذا حد، وبنبقى فاكرين إن إحنا لأ، إحنا بنعمل بنيتنا خير. يعني مثلًا إحنا 3 صحاب، فواحدة صاحبتي قعدت معايا اتكلمت على صاحبتنا التالتة، فأنا أبقى حاسة لأ، أنا زعلانة على صاحبتي، لازم أروح أقول لها، وبعدين أنا كده أبقى مش كويسة لو ما رُحتش قُلت لها. بس الحقيقة إن دي نميمة ومن الكبائر، فما فيش حاجة اسمها إمتى بقى ينفع تقولي لها وما عليكيش أي ذنب؟ لمّا يكون في مثلًا هي آمم، يعني محتاجة تحذّريها من حاجة، مش إن أنتِ بس تقولي لها لأ هي بتتكلم عليكِ، لأ، مش باتكلم في ده خالص، لأ هي فعلًا بتخطط لها لحاجة، في ظلم هيقع عليها جامد أوي، فبالتالي أنا محتاجة أروح أحذّرها، ده هنا هيبقى واجب عليكِ. إنما غير كده إن أنا أروح أنقل الكلام بغرض إنه لأ، أصل ما هي لازم تعرف مثلًا إن صاحبتها اتكلمت عليها، أنا كده أبقى مش كويسة لو ما قُلتش، لأ أنتِ كويسة وزي الفل. والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، حتى لو هو الحاجة دي فيه، فأنا مثلًا باتكلم على أخويا بحاجة هو لو سمعها هيزعل، حتى لو هي الحاجة دي فيه، يعني هو باقول مثلًا هو عصبي جدًا، هو هيتضايق إن أنا باقول إن هو عصبي، مع إن هو في الحقيقة عصبي، دي بقى بتُسمى غيبة. أكتر الحاجات اللي بتقلل إن إحنا نُقع في الغيبة والنميمة، هو إن أنتم تقولوا، يعني مثلًا أنتم شلة صحاب، أنت تقول في النُص إنه يا جماعة أنا ناوي إن أنا ما اتكلمش على حد وكده ومش عارفة إيه، فبالتالي أنت أول ما تتكلم على حد يعني هم هيمسكوك يروّقوك، هو مش أنت قُلت كذا فبالتالي ده بيساعد جدًا على إن أنت ما تُقعش لا في النميمة ولا في الغيبة. كمان كثرة الاستغفار، لمّا يكون في وقت أنت عايز تثبت أو وقت أنت حاسس بفتور فيه محتاج تستغفر كتير، لإن أوقات الذنوب هي اللي بتحول ما بيننا وما بين عبادتنا لربنا سبحانه وتعالى. خلّي بالك من حاجة، زي ما أنا قُلت لكم لازم أبقى متيقن جوايا إن الفتور حاجة طبيعية جدًا، ما أنِّبش نفسي عليها تمامًا، والصحابة وجميع البشر عدّوا بيها عادي، ولكن ما أركنش بقى، يعني ما أقولش ما استسلمش ليها، لأ، لإن حتى ابن مسعود كان بيقول إيه، كان بيقول إن هو بيحزن أوي لمّا يعني بييجي له مرض، بيمرض في وقت الفتور، في الوقت اللي هو فيه العبادة بس إيه، بيعمل فروض وبيتجنب الكبائر، إنما مش بيعمل كثير من النوافل وكده. فلمّا يعني أنت ممكن تسأل نفسك ليه هيزعل؟ ليه هيزعل؟ لإنه المفروض إنه حضرتك لمّا بتكون مريض، ربنا سبحانه وتعالى بيدّيك أجر الأعمال اللي أنت كنت هتعملها لو أنت مش مريض، نفس الأعمال اللي أنت كنت بتعملها، فهو بالتالي بيزعل إن هي جات له في فترة فتور، ده كان بيعمل الفروض بس، فبيتضايق، فبالتالي المفروض ما أركنش أو أستسلم لفكرة إنه إيه، دلوقتي يا جماعة والله أنا في فترة فتور وهكذا. فبالتالي في حاجات معيّنة لو أنت عملتها هتساعدك على الثبات، وإن أنت تتعامل في فترة الفتور دي، وإن شاء الله بإذن الله يعني تقدر تجتازها. أول حاجة هي الاستعانة بربنا سبحانه وتعالى، وكمان الافتقار إلى الله، يعني من أكتر الحاجات اللي بتخلّينا بعد مواسم الطاعة عُمرة، حِج، نُقع في ذنب، هو فكرة إنه أنت بتبقى حاسس من غير قصدك، أنت مش بتقول ده بلسان حالك، هو جوّه حاجة داخلية جدًا، إنه لأ، ما أنا عامل طاعة كبيرة يعني. فتبقى كده في نوع من أنواع العُجب، فيحصل إيه، تلاقي نفسك وقعت في ذنب، فمحتاج دايمًا إن أنت تذكّر نفسك إنه لعل ربنا يتقبّل، يا رب تقبّل منّي، ده سيدنا إبراهيم دعا إن ربنا يتقبّل منّه عليه الصلاة والسلام. كمان محتاج إن أنت استعانة بالله عشان الثبات عمره ما بييجي غير بالله، حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده في سورة الإسراء: "ولولا أن ثبّتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلًا." فبالتالي من أكتر الأدعية اللي كان بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أو على طاعتك. تاني حاجة إنه أنت يبقى ليك وِرد مع القرآن، القرآن نزل يثبّتنا، القرآن نزل إن هو ما يخلّيكش تفضل في اليأس كتير، فيبقى عندك وِرد، وأنا باحب أوي وِرد السماع، وده كمان هيقلل عندك إن أنت تسمع الأغاني، ووِرد قراءة. محتاج على الأقل يعني لو أنت لسه في الأول خالص صفحتين، ما ينفعش يبقى أقل من صفحتين في اليوم. كمان عندك قيام الليل، لإنه قيام الليل ربنا وصّى بيه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، لإنه طبعًا هو كان خلاص هيبقى عليه مسؤولية الأمة، فهو قيام الليل بيكون زي العلاج، مش هو العلاج أوقات بيبقى مُتعب جدًا إن أنت تقوم بالليل، بيبقى مُتعب وبيهِد، ولكن هو ده اللي فيه الشفاء، وإن أنت تقدر تكمّل حياتك وتلاقي التوفيق في كل كده الأوقات. كمان الصُحبة، إن يبقى ليك صُحبة صالحة، وهنا بيبقى في طبعًا سؤال إنه يا سُميّة ما فيش صُحبة صالحة، ما فيش، اتحمّل الفترة دي، بس اوعى تَرْكَن لإن أنت يبقى عندك صُحبة غير صالحة بهدف إنه لا والله أنا مش هاتأثّر،
هتتأثر. لو أنت مش هتتأثر ما كانش ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأخيرا هي مجالس الذكر، وبحس إنه يا رب دي ما تكونش حجة علينا، لأنه دلوقتي مجالس الذكر بقت سهلة قوي. أنت في داعية معين بتحبه تقدر تفتح فيديو ولو 5 دقايق كل يوم، دي حاجة تقدر تصحي إيمانك. وإن شاء الله بإذن الله تطلع من فترة الفتور على خير.